ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في قناة على راحتك. النهارده هنتعلم مع بعض نعمل وصفة سهلة وسريعة، بس مننساش نعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. الوصفة بتاعتنا عبارة عن فراخ وهنعملها في الطاجن ومعاها الكوسة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان ازاي هنتعلم نطلع الكوسة ما تنزلش معانا مية وتفضل انها محتفظة بالقوام بتاعها زي ما انت شايفة. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة لو كنتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، وفعلي الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. اول حاجة هنا معايا لازم الفراخ بتاعتنا ننضفها كويس جدا. هنحطها في محلول على ملح ومية وسكر ودقيق وخل، وهسيب لك لينك المحلول في صندوق الوصف. هنسيبها حوالي نص ساعة ونعمل التتبيلة بتاعتها السريعة: معلقتين من المستردة، عصير ليمونية، معلقة من الثوم المفروم فرمة معاه فلفل، وهننزل بمعلقة من البابريكا، نص معلقة من الملح، فلفل أسود، وهننزل مع بعض بنص معلقة من الكزبرة وحاجة بسيطة من الروزماري، ونقلب المكونات دي كويس كده مع بعض لحد ما تندمج وتبقى معايا عاملة زي الخليط. وهتكون دي تتبيلة السريعة اللي هنعملها الفراخ بتاعتنا. مش هنسيبها فترة، احنا بس هنتبلها وهنسيبها لحد ما نحضر الخضار وهنرجع نسويها مع بعض. تتبيلة كده جاهزة، والفراخ بتاعتي عملت فتحات بالشكل ده. هبدأ اني اخد الفراخ بتاعتي واحطها في التتبيلة بالطريقة دي. ندخل التتبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها ونتبلها كويس جدا، وناخد واحدة تانية وهكذا. كده خلاص خلصت معايا تتبيلة. هنسيبها لحد ما نحضر مع بعض الخضار. هنا هجيب نص كيلو من الكوسة، وطبعا الكمية دي على حسب زي ما انت متوفرة عندك. هنقطع النص ده والنص ده بالطريقة دي، وهنبدأ نجيب سكينة كده ليها شراشيب، وهنبدأ ان احنا نقشرها او ممكن نقشرها بالقشارة زي ما تحبي. هنقشرها كويس جدا وبعد كده هنغسلها، وبعد كده هنقطعها حلقات بالطريقة دي. والحلقات ما تكونش ولا هي السمك بتاعها تخين ولا هو رفيع، يكون وسط بالطريقة دي. هنيجي هنا على الطاسة على النار وهنحط حوالي 4 معالق كده من الزيت او السمنة المتوفر عندك. هنسيب يسخن كويس جدا، وبعد كده هننزل مع بعض بالفراخ عشان تاخد صدمة معايا، وفي نفس الوقت اضمن انها تكون مستوية ويكون طعمها حلو. فهناخدها صدمة كده على النار في الزيت. هنقلبها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي على الناحيتين. احنا مش هنسويها، احنا هنديها بس مجرد لون. اول ما تاخد معايا اللون الذهبي ده، النار هنا بتكون عالية، بطلعها. بتاخد دقيقة واحدة بس على النار، نص دقيقة على الناحية دي ونص دقيقة على الناحية التانية، وبخرجها. في نفس المادة الدهنية ونفس الطاسة بنحط مع بعض الكوسة اللي قطعناها وقشرناها مع بعض، وهنشوحها برضو لمدة دقيقة. الخطوة دي لازم اللي احنا نعملها في الكوسة عشان خاطر تحتفظ معانا بالقوام بتاعها وما تنزلش المية بتاعتها ومنظرها يبوظ ما نحطها في الطاجن. هنتبل الكوسة برضو، هنتبلها بملح فلفل اسود، وطبعا كمية الملح هنا على حسب الرغبة. وهننزل برشة بسيطة من الكزبرة الناشفة. بس كده دي هتكون التوابل بتاعت الكوسة، وهنفضل ان احنا نقلبها بالطريقة دي. هنا خلاص الفراخ بتاعتي كانت جهزت وحطيتها في الطبق. حبيت اوريكي اللون بتاعها اللي وصلنا ليه. هنقلب في الكوسة برضو لمدة دقيقة واحدة لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه بالطريقة دي. ده يضمن معانا ان الكوسة ما تتهريش مننا وتحتفظ بالشكل والقوام بتاعها وما تنزلش المية بتاعتها. خلاص على كده هبدأ اني اطلعها ونشوف الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها هننزل معايا ببصلاية وسط ومعايا قرن فلفل. هنزل بيهم برضو في نفس المادة الدهنية وهشوحهم تشويحتين كده. مش عايزاهم ان هما ياخدوا لون او حاجة، انا عايزاهم بس يتبلوا بالطريقة دي. وبعد كده هبدأ انزل معانا بالطماطم. الطماطم هنا انا مقطعاها تقطيع، مش حطاها في الخلاط. بس قبل الطماطم حطيت معاكم نص معلقة من الثوم المفروم، شوحته كده مع البصل والفلفل، وبعد كده نزلت بالطماطم اللي انا مقطعاها. كمية الطماطم ترجع لك انت. هنا معايا 4 طماطمات كبار قطعتهم وحطيتهم بالطريقة دي.
تقلبتين كده بالظبط وخلاص كده بطفي النار. وكده مكونات الطاجن بتاعتي كلها جاهزة. الخطوات دي اللي بعملها على النار بتفرق جدا في الطعم والريحة بتاعة الطاجن بتاعنا. نزلت بنص كوباية من المية وهنتبل مع بعض بملح في الأسود وكزبرة وخلاص على كده. الطاجن بتاعنا دهنته مادة دهنية سواء كان زيت أو سمنة. وطبعا لو مش عندك طاجن فخار عادي ممكن ان احنا نحطها في صينية عادية. نزلت أول حاجة بالطماطم اللي أنا عملتها، وبعد كده نزلت بالكوسة اللي أخدت اللون الذهبي بالطريقة دي. ورصها كده في الصينية. واخر حاجة هنبدأ نرص مع بعض الفراخ. الخطوات بتاعة النار دي مهمة جدا عشان تدينا طعم حلو جدا، وكمان عشان خاطر الكوسة تحتفظ بالشكل بتاعها وما تنزلش المية بتاعتها. هرص الفراخ بتاعتي كده على الوش بالطريقة دي. الوقت ده بكون انا مسخنة البوتاجاز بتاعي على درجة حرارة 200، عن اول ما يدخل الطاجن يغلي على طول وتستوي معايا. بتقعد حوالي نص ساعة في الفرن، مش اكتر من كده، لان الفراخ بتاعتي اصلا بتكون يعتبر مستوية. يا دوبك بس الخضار يستوي وخلاص على كده. ببدأ بحطها في الرف الوسطاني زي ما قلتلك على درجة حرارة 200. بفتح لها من تحت بس. اول ما تاخد معايا الشكل ده ببدأ اني افتح الشواية. بس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسيش تعملي لي اشتراك للقناة وتفعيل الجرس واعملي لايك للفيديو. سلام.